السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه؟ فيديو جديد على قناه تك ريفيوز. عارف ان انا مختفي بقالي فتره، وان بقالي فتره كل الفيديوهات اللي بنزلها بتكون يا اما تجارب الالعاب يا اما بظهر من ورا كاميرا، بس للاسف انا كنت مشغول جدا في الفتره اللي فاتت، فيعني الحمد لله انا بدا بيبقى عندي وقت شويه ان انا اعرف انزل فيديوهات تاني. فهحاول على قد ما اقدر الفتره الجايه انزل فيها كم فيديوهات، وان شاء الله احاول انوع بقى في المحتوى واحاول اظبط محتوى جديد. انا بحاول حاليا اجيب شويه افكار جديده، فما تنساش ان انت تعمل اشتراك في القناه لو لسه ما اشتركتش، اللايك والشير والكلام ده هنسيبه لاخر الفيديو، بس اهم حاجه الاشتراك عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده اللي هنزلها ان شاء الله اول باول. الفيديو بقى بتاعنا المره دي هيكون مراجعه كامله لللابتوب الاتش بي بافيليون 15 نسخه الدي كي 2055 ان اي. فمن غير اي مقدمات كتير خلينا نبدا في الفيديو بتاعنا. زي ما احنا متعودين، اول حاجه خلونا نبدا بيها هي المواصفات بتاعه الجهاز. اول حاجه معانا في الجهاز هو المعالج، واللي بيجي هنا بمعالج كور اي 5 11300 اتش، معالج من الجيل ال 11 فيه 4 انويه و8 مسارات، وبيجي بتردد بيس 3.1 جيجا هرتز، والتردد التربو بتاعه 4.4 جيجا هرتز. بالنسبه لكارت الشاشه فالجهاز هنا بيجي فيه 2 كارت شاشه، كارت الانتل المدمج اللي هو الانتل ايريس اكس اي، وده الكارت اللي انا ناوي اعمل عنه شويه فيديوهات. هو نفسه الكارت الانتل، انا لسه لحد دلوقتي ما جربتش اي حاجه عمليه على الكارت الانتل، ولكن ناس كتير جدا قالت لي ان اداؤه كان ممتاز معاهم، وانه بيشغل العاب حديثه زي كروت اي ام دي مدمجه الحديثه. فان شاء الله هبقى اجرب عليه شويه العاب وانزلها لكم. ولكن الكارت الاساسي اللي هنتكلم عنه بقى هنا هو الانفيديا جي تي اكس 1650. وركز ان هنا 1650 عادي مش تي اي، ولكن الفرق بين التي اي والعادي في الجيل العاشر كان ان التي اي بينزل جي دي دي ار 6، انما العادي بينزل جي دي دي ار 5، ده في معظم الاجهزه. ولكن في الجيل بقى ال 11 هنا بينزل جي تي اكس 1650 اللي هو العادي مش التي اي، ولكنه نازل هنا جي دي دي ار 6. طبعا من حته الاداء والكلام ده كله هتشوف في الاخر الفيديو، انا مجرب عليه كذا لعبه، هتشوف اداؤه في اخر الفيديو. ولكن انا بس حابب اعرفك ان هنا 1650 عادي مش تي اي، ونسخه جي دي دي ار 6. بالنسبه للهارد والرامات بتوع الجهاز، فالجهاز هنا كان جاي لي بهارد 256 جيجا اس اس دي ام دوت 2 مع هارد 1 تيرا اتش دي دي. هو الجهاز بياخد الهاردين. بالنسبه للرامات فالجهاز بينزل جديد في كل الاماكن اللي دورت عليه فيها، كان موجود جديد برامات 8 بس، مفيش اي حد تاني عرضه جديد برامات 16. ولكن انا طبعا اول ما استلمت الجهاز انا ركبت عليه رامات 16 على طول، ما كانش ينفع ابدا اجيب جهاز جيمنج وفئه سعريه هتعرفوها في الاخر زي دوت واحط عليه في الاخر رامات 8 جيجا. طبعا عشان اجرب الالعاب وبرامج والكلام ده كله كان لازم ازود الرامات ل 16 جيجا. وطبعا المساحات بتاعه الهاردات والرامات احنا متعودين احنا نقدر نزودها زي ما احنا عايزين. تقدر هنا تزود لحد اتش دي دي 2 تيرا مع اس اس دي 1 تيرا او 2 تيرا لو حابب تدفع وتزود. وبالنسبه للرامات فتقدر تزود هنا لحد 32 جيجا. الجهاز فيه بنكين للرامات بتردد لحد 2400 ميجا هرتز، لو لقيت 2666 بيقبلها عادي، بس غالبا مش هتلاقي التردد دوت اصلا. بالنسبه للشاشه بتاعه الجهاز فالجهاز هنا بيجي بشاشه 15.6 انش. الشاشه هنا فول اتش دي والتردد بتاعها 60 هرتز، ولكنها جايه ببانل اي بي اس مش في اي. خلي بالك ان اللابات الجيمنج بتنزل دايما حاجه من اتنين، يا اما في اي مع 120 هرتز او 144 هرتز، او يا اما الاي بي اس وبتنزل دايما 60 هرتز. ندخل بقى بعد كده على المميزات بتاعه الجهاز، ونبدا باول واهم ميزه انا لاحظتها في الجهاز ده، وهو التبريد الممتاز بتاعه. اول حاجه بالنسبه لتبريد البروسيسور، وهي اول حاجه انا حبيت ابص عليها على طول، بما ان انا واحد عندي عقده شويه من تبريد البروسيسورات، بما ان معايا الديل جي 3 3500 اللي درجه حراره البروسيسور فيه في الصيف كانت بتوصل ساعات لل 100 درجه، او ساعات ليه هي في معظم الاوقات الصراحه كانت بتوصل لل 100 درجه. لما جبت الجهاز هنا حبيت اول حاجه ابص عليها هي درجه حراره البروسيسور. طبعا عارف ان احنا دلوقتي في الشتاء، بس انا يعني حاولت على قد ما اقدر اهلك الجهاز في ايدي عشان يوصل لاقصى درجه حراره ممكنه، واقصى درجه حراره وصل لها البروسيسور على اتقل شغل تقلت عليه فيه كانت 75 درجه، واللي تعتبر درجه ممتازه حتى في الشتاء. لما بشتغل على الجهاز بتاعي فالديل جي 3 كان بيوصل معايا لل 80 وال 85، ولكن ده اقصى حاجه وصل لها كانت 75 درجه ده في البروسيسور. لكن كارت الشاشه اقصى حاجه وصل لها فيه كانت 66، وكان المتوسط عموما بتاع كارت الشاشه متوسط ل 62 لحد 63. البروسيسور المتوسط بتاعه في معظم اوقات الشغل في الشتاء كانت برضو 62 65 بالكتير، ولكن لما تقلت عليه لفتره طويله قوي وصل معايا ل 75، واللي معناها ان هو في الصيف ممكن يوصل معاك بالكتير قوي ل 85 درجه، واللي تعتبر برضه لا زالت درجه كويسه جدا جدا بالنسبه اولا للاب جيمنج، ثانيا بالنسبه للبروسيسورات عموما لان كده كده درجه البروسيسورات بتبقى عاليه، وبالنسبه بقى الواحد طبعا شغال على جهاز في الصيف بيوصل معاه ل 100 درجه. ثاني ميزه بعد كده لاحظتها في الجهاز كانت الشاشه بتاعته اللي زي ما قلت بتيجي فول اتش دي اي بي اس. طبعا هي 60 هرتز، وبما ان انا واحد اهتمامي الاكبر بيكون بالبرامج فكانت هماني اكتر الصراحه حته اي بي اس عن ال 120 هرتز. لو تفتكروا في المراجعه بتاعت الديل جي 3 اللي هيطلع لك في الاي دلوقتي
فوق. في المراجعه انا قلت ان انا كده كده الجهاز ده 120 هرتز، وانا ما حسيتش قوي بفرق بين 60 و120. ده بالنسبه لنظر انا، مش عموما ان هو مفيش فرق وكده، لا بالنسبه لنظري انا ما حسيتش بفرق كبير. وبالنسبه لناس كتير برضو قالوا لي نفس الكلام، ان هم مش بيحسوا بفرق كبير بينهم. فانا بالنسبه لي اي بي اس والالوان الاحسن هتكون الصراحه افضل بالنسبه لي من ان انا اخد جهاز 120 هرتز ولكن بانل في اي. واللي زي ما قلت ان شاشه الديل جي 3 ما كانتش لطيفه قوي معايا، والوانها مش صح خالص، وما فيهاش تشابه الوان اصلا، فما كانتش احسن حاجه. ده بقى الاتش بي بافيليون 15 الالوان فيه متشبعه حلوه جدا، ما هياش اوفر ساتوريتد، ما هياش تشبع عالي زياده عن اللزوم، لا هي تشبع الوان ممتاز. يعيبها بس نقطه واحده بسيطه تقدر ان انت تصلحها، وهي ان الالوان بتاعت الشاشه مايله سنه للاصفرار، للون الاصفر سنه، ولكن دي انا قدرت ان انا اعدلها عادي جدا من خلال البرنامج بتاع انتل اللي بيجي لك على الجهاز. بتفتح البرنامج وبتعدل عليه الوان الشاشه زي ما انت عايز، تميلها للازرق للاحمر للاصفر. انا عن نفسي بحب اميلها سنه الازرق، بحيث بحس ان الالوان طبيعيه اكتر. فده اللي انا عملته، ويظهر لك صوره دلوقتي قبل التعديلات وبعد التعديلات كانت عامله ازاي. طبعا بعد التعديلات كان فرق رهيب، وكان بالنسبه لي شغل على برامج زي فوتوشوب والستريتور، وكان شغل احسن بكتير جدا على الشاشه. ثالث ميزه بقى معانا بعد كده وهي المداخل والمخارج بتاعه الجهاز. الجهاز هنا بيجي ب3 يو اس بي 3، 3 يو اس بي 3، مش بقى الديل جي 3 اللي بيجي بواحده بس يو اس بي 3 واثنين يو اس بي 2 اللي معرفش مين بيحط يو اس بي 2 في لاب جيمنج حديث. ولكن الجهاز هنا ما تقلقش جايب 3 يو اس بي 3 معاها واحده يو اس بي ثاندربولت تايب سي اللي هي ثاندربولت 3. وبالنسبه لبقيه المداخل فانت عندك اتش دي ام اي، ده مدخل الشاشه اللي موجود، وعندك كمان طبعا مدخل بقى اللان، ومدخل طبعا الهيدفون بتاع السماعه اللي بيه، وكده كده موجودين في اي جهاز عموما. رابع ميزه بقى معانا بعد كده في الجهاز، والميزه اللي فعلا فاجئتني، السماعات بتاعه الجهاز واللي جايه هنا من شركه اسمها بانج اند اولوفسن. دي شركه عموما اللي بتتعامل معاها اتش بي في معظم اجهزتها، حتى في معظم اجهزه الزد بوك اي حد اشترى زد بوك هيلاقي مكتوب عليه بانج اند اولوفسن على الفريم بتاع الشاشه. دي شركه السماعات اللي بتتعامل معاها اتش بي من زمان. والشركه دي انا دايما ما كنتش بحبها قوي، لان مشكلتها كانت ساعات تحط في بعض الاجهزه مش في كلها، كانت ساعات تحط صوت عالي قوي بس في نفس الوقت مش نقي، او يا اما تحط صوت واطي قوي بس نقي، فما كانتش بتعرف تظبط الدنيا بتاعت السماعات قوي. الجهاز هنا بقى جايب سماعات صوتها عالي جدا، وفي نفس الوقت السماعات نقيه جدا الصراحه، وما سمعتش فيها اي زن في اي هرتز عاليه. كان السماعات صوتها واضح ونقي جدا. ولو انت واحد بتهتم بالسماعات فارشح لك الجهاز ده عن غيره في نقطه السماعات، لانها فاجئتني جدا الصراحه في الجهاز دوت. خامس ميزه معانا بعد كده، واللي مش ميزه قوي ولكني فضلته في النقطه ديت عن الديل جي 3 اللي معايا، وهي التصميم والشكل بتاعه. الجهازين الديل جي 3 والاتش بي بافيليون 15 تصميمهم كويس جدا، ولكن لو حطيت الاثنين قصاد بعض جبت واحد صاحبك مثلا قلت له انهي واحد في دول يبان انه جيمنج اكتر، اكيد هيقول لك الاتش بي بافيليون 15. اي نعم انا واحد مش بفضل قوي اللون الاخضر اللي في الكيبورد، وكان نفسي يتحول لون تاني زي الازرق مثلا، ولكن انا معايا اللون الاسود فازرق في الديل جي 3، ولما ببص عليه ما بحسش ان ده لاب جيمنج قوي. يعني لما شفته اول مره ما بحسش قوي ان ده لاب جيمنج. الاتش بي انا مجرد ما طلعته من الكرتونه قلت لا ده واضح حاليا ده فعلا لاب جيمنج. ولو وريته لاي حد هيقول لك الله انت جبت لاب جيمنج امتى؟ ده اول سؤال هيساله لك، لان اللاب فعلا يبان عليه من اول نظره انه لاب جيمنج بالتصميم بتاعه. الجهاز بيجي كاملا باللون الاسود ما عدا الكيبورد بالاضاءه بتاعه الكيبورد بتيجي باللون الاخضر. والصراحه لما بدات اشتغل عليه شويه لقيت ان اللون الاخضر مش وحش، اللون الاخضر كويس جدا، والصراحه شكله مدي شكل حلو برضه للجهاز. فتصميم الجهاز هنا هو خامس ميزه انا لاحظتها فيه. اخر بقى حاجه لاحظتها في المميزات، هي مش ميزه قوي ولكني حطيتها في المميزات لان هي مش عيب فما كانش ليها مكان تاني احطه فيه، وهي البطاريه بتاعت الجهاز اللي بتيجي هنا بسعه 52 واط اور. البطاريه هنا هتقعد معاك على فيلم متوسط ساعتين ونص، ممكن توصل ل3 ساعات لو هتقل اضاءه سنه، ولكن ده على فيلم طبعا او تصفح يوتيوب والحاجات ديت. على العاب زي ما قلت قبل كده لازم كده كده بكون حاطط الشاحن، ولو مش حاطط شاحن مفيش اي جهاز على العاب هيعدي معاك نص ساعه اصلا لو بتشتغل بالكارت الانفيديا. فعلى فيلم او تصفح او الاستخدام العادي البطاريه تقعد متوسط ساعتين ونص لحد 3 ساعات. بعد بقى ما اتكلمنا عن المميزات بتاعه الجهاز خلونا نتكلم عن العيوب بتاعته. واللي لاحظت ان الجهاز ده فيه عيبين، والصراحه انا مش هسميهم عيوب قوي لان العيوب اللي ساعات بذكرها في بعض الاجهزه هي حاجات انت ما تقدرش تغيرها، زي مثلا في الديل جي 3 التبريد بتاعه والحاجات ديت. ولكن العيبين اللي انا لاحظتهم هنا هي حاجات تقدر تعدلهم بعدين، فانا مش هعتبرهم عيوب قوي، ولكن في نفس الوقت حاجات ضايقتني
ضايقتني في اول مره استخدمت فيها اللاب. اول حاجه اللي انا ذكرتها قبل كده ان الوان الشاشه مايله سنه للاصفرار، ولكنها مايله حاجه بسيطه، وزي ما قلت ان انت تعدلها مش تخسر جوده ولا الوان ولا اي حاجه، تقدر تعدلها من البرنامج بتاع انتل. تاني حاجه بقى ضايقتني في الجهاز واللي بتضايقني في اي جهاز بيجي فيه نفس النقطه دي، وهي ان الجهاز جاي فيه رامات 8 جيجا. انا ده ما ضايقنيش، عادي حطوا لي رامات 8 جيجا عشان السعر يبقى اقل، واللي عايز يبقى يزود ل 16 او ل 32. لكن بكره قوي ان افتح جهاز عشان ازود له الرامات فلاقي بدل ما هي 8 قطعه واحده الاقي ان هم حاطين لي اربعتين. يعني ليه انت بترغمني ان انا لازم لما اجي اطور ابيع الاربعتين دول او ارميهم او اخزنهم؟ يعني ليه انت كشركه تلزمني انا كعميل ان اعمل حاجه زي دي؟ المفروض ان انت تنزل لي الجهاز فيه 8 جيجا يبقى 8 قطعه واحده، عشان لو انا حبيت اطور احط ال 8 الثانيه او اشيل ال 8 واحط 16. لكن ما ترغمنيش ان انا اشيل الاربعتين ابيعهم والكلام ده. انا قلت نفس النقطه برضو في المراجعه بتاعت الديل جي 3، ومعظم الاجهزه الجيمنج اللي بتنزل في نفس الفئه السعريه اللي انا هتكلم عنها في الاخر، في نفس الفئه السعريه برضو بتاعت الديل جي 3، الحاجات دي كلها اللي هي نسميها الاقتصاديه بتاعت الجيمنج، الحاجات دي كلها لو نزلت ب 8 جيجا بتكون نازله اربعتين. فانا مش فاهم ليه الشركات صراحه بتعمل حاجه زي دي، بس يعني اتمنى يعدلوها في المستقبل عشان يسهلوا على الناس اكتر ان يقدروا يطوروا. لان معلش ما فيش اي لعبه دلوقتي انت مش تبقى جايب لاب جيمنج اي 5 جيل 11 من فئه اتش وجايب كارت شاشه جي تي اكس 1650، يعني حاجات تشغل لك العاب عاليه بجودات كويسه. ما ينفعش تيجي تقول لي رامات 8 جيجا، ما فيش اي لعبه تشتغل على الحاجات دي، ولا حتى اي برامج والله تشتغل على كده. ده ويندوز 11 نفسها بقت محتاجه يفضل فوق ال 8 جيجا عشان تشتغل معاك سريع. فانا زي ما قلت نقطه الاصفرار بتاعت الشاشه تقدر تعدلها، نقطه الرامات ان انت تعدلها عادي، ممكن تبيع الرامات لاي حد، ولكنها نقط بتضايق شويه اول ما تطلع الجهاز في الكرتونه. فدول كانوا النقطتين الوحيدين اللي انا ضايقوني واللي حبيت اذكرهم عشان الناس تبقى عارفاهم قبل ما تشتري الجهاز. بعد ما شفنا العيوب خلونا بقى ننتقل للاداء بتاع الجهاز. هسيبك تتفرج على تجربه الاداء بتاعه على 4 العاب مختلفه وارجع لك في الاخر عشان اقول لك السعر والتقييم النهائي. Draugr. They've never come this close to our woods before. Keep moving. Up there! Draugr!
challenge, but fair enough. He wasn't very far from making something happen by himself. Lovely to see. Well, you could see he was eager to get a shot away, but there was too much flesh and bone in his path. He's had a shot! Oh, nearly. Charles Roy still to register a shot on target. And the finish! A real chance and a real let-off. Yeah, they got away with it, but that was a defensive letdown to see him march through like that. It's being played forward. Oh, that's a waste. Has gone out. And the shot! بعد بقى ما شفنا اداء الجهاز وازاي ان هو شغل العاب زي جاد اوف 4 وفورزا هورايزن 5 بفريمات كويسه جدا، نتكلم بقى عن السعر والتقييم النهائي بتاع الجهاز. بالنسبه للسعر بتاع الجهاز، لو دخلت في الوقت اللي هينزل فيه الفيديو، المواقع كلها عرضاه مش اقل من 16000 جنيه، ده بنفس الهارد والرامات اللي انا قلتهم 256 مع هارد تيرا مع رامات 8 جيجا. فالمواقع كلها في الوقت الحالي محدش بيعرضه اقل من 16500 لحد 17500، واللي يعتبر سعر يعني كويس، ما هواش افضل سعر بالنسبه للاداء بتاع الجهاز والامكانيات بتاعته، ولكن انا ما لقيتش حاجه تانية بنفس السعر تديني اداء اعلى مثلا او حاجه بقى اقول انا انبهرت بالجهاز ده. لا، انت اللي فوق كده على طول لو بنفس هو الامكانيات بس كور اي 7 بدل اي 5 بتطلع لل 20000 و 19000 جنيه، ففرق سعر ضخم جدا طبعا. فكسعر هل مناسب قوي للاداء؟ ما هوش افضل قيمه مقابل سعر، ولكنه افضل حاجه في الوقت الحالي تقدر ان انت تشتريها. ليه انا بقول ان الجهاز ده هو افضل حاجه في الوقت الحالي؟ لان ما فيش جهاز تاني انا جربته بالسعر ده ان هو يديني الاداء
الاداء مع التبريد، لان دول اهم حاجه عندي. انا عايز تبريد ان يتحمل معايا وفي نفس الوقت الاداء بتاعه يبقى كويس. فلما لقيت الجهاز ده بالسعر ده اداني الاثنين مع بعض، انا صراحه بقيت بحب ارشحه للناس كلها ان ده في الوقت الحالي هو افضل جهاز جديد. طبعا تقدر تشتريه لحد السعر بتاع 16500، ارشحه لك جدا. طب بالنسبه للقطعه اللي معايا لو حابب تشتريها، هسيب لك رابط الشراء بتاعها تحت في الديسكربشن. القطعه اللي معايا دي هكون كده كسر زيرو، استعمال حوالي اسبوع، اتفتحت مرتين ثلاثه تقريبا. هسيب لك الرابط بتاعها زي ما قلت تحت في الديسكربشن. بالنسبه للتقييم بتاع الجهاز فانا اديله تقييم 9 من 10، والواحد الزياده اللي انا شلته ده كان بس بسبب نقطه الرامات والاصفرار السنه بتاع الشاشه اللي زي ما قلت تقدر تعدله. وعارف بقى ان في ناس كتير هتقول لي طب انت ليه ما ذكرتش في العيوب المفصله بتاعته والكلام ده؟ لا، انا جربتها مفصله، وطول ما انت تستخدمها صح ده معناه ان انت بتفتح الشاشه من النص مش من الاطراف. المفصله هتعيش معاك كويس جدا. انا معايا الدل ده بقاله اكتر من 6 شهور. الناس كلها كانت تقول مفصلته بتتكسر والكلام دوت، انا بتنقل بيه كتير، بس انا مجرد ما اقل بستخدمه صح والمفصله عايشه معايا كويس جدا. فطول ما انت تستخدمها صح ما تقلقش خالص من حته المفصله، اشتري جهاز وانت مطمن. كده بقى نكون خلصنا الفيديو بتاعنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك الجميل، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديده، وتعمل شير للفيديو عشان غيرك يستفيد. كان معاكم علي العيد من قناه بيتك ريفيوز. سلام عليكم.